شتيغن إذن، وذلك مع زملائنا من بين إسبانيا. لم يكن الأمر بهذه السهولة، ولكن أعتقد أننا استحققنا الفوز اليوم لأننا قمنا بعمل جيد، خاصة في الدفاع في الشوط الأول. ثم بعد الورقة الحمراء كان أصبحت الأمور أفضل بالنسبة لنا، وأتيحت لنا فرص، مكنتنا من الانتصار، وكذلك عملنا بشكل جماعي على مستوى الدفاع، وكان ذلك مهما للفوز. وخاصة أنت تألقت على فرصتين كبيرتين عندما كانت النتيجة 0-0. أنت تجد نفسك جيد في مثل المباريات، دائما يجب أن تكون جاهزا، سواء لعبت ضد 11 أو 10. أحاول دائما أن أكون جاهزا، ولا يمكن استبعاد أنهم أتيحت لهم فرصتين واضحتين، ولكن علينا القول أننا فزنا بدون تلقي أهداف، وأنا فخور بهذا الفريق وبعملنا الجماعي. مارك، إذا ما سألتك عن ريال مدريد بالفوز بهذه الطريقة، هل يمكن أن نتحدث عن نصف لقب في الدوري؟ لا، لا زال أتلتيكو مدريد يصارع من أجل اللقب، ولدينا فالنسيا كذلك الذي يقوم بموسم جيد. علينا أن نواصل الفوز في المباريات حتى نتألق وحتى نفوز بهذا اللقب. الأمر ليس سهلا، ونحن راضين عن هذه الوضعية وهذا الفارق في التقدم. ولكن آخر سؤال، هذا الفرق الكبير بينكم وبين ريال مدريد هل هو فرق واقعي؟ نحن نلعب فقط ضد ريال مدريد، ومثل هذه المباريات مباريات صعبة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان نعاني كذلك في الملاعب الصغيرة. ولكن الانطباع الذي لدي هو أن الأمور دائما صعبة، ودائما علينا أن نكون جاهزين 100% للفوز بكل المباريات، وأن نركز على أنفسنا فقط، وأن نقوم بعمل يهمنا في باقي الفرق. تير شتيغن